لكن بتحصل حاجه غريبه في القلعه، بتفتح بوابه شيطانيه فيها زي اللي خرج منها الجروسين وبيصير منها 2 غرباء، لكن هما مين دول بالظبط؟ واحد بيشبه حد نعرفه. وبنشوف بوني وتشوبر بيقراوا كتاب، وطبعا بيكون كبير وبتكون الكتب بلغه غريبه، وبياخد ساول روبن وبتشوف بوني بومه عملاقه. هي بومه دي عايشه؟ بيقول لها ساول ايوه، وبيكون اسمها بيبلو مدير هذه المكتبه، بيقول ان هو هنا منذ مئات السنين. بومه دي قادره على تضخيم اي كتاب يدخل في نطاقها. نواريس الاخبار مش بيجوا الباف لان هذه الجزيره غير منتسبه لحكومه العالم، لكن في صيادين في البحر بيقراوا الصحف، واحنا بناخدها وبنقراها في المكتبه، فبيكون زي اللي مع ساول وبتكون كبرت، وده بيكون بسبب سحر بيبلو. وبتكون فاكهه بيبلو هي فاكهه النمو ايكونومي من نوع باراميسيا، بتمنح المستخدم القوه على جعل الاشياء غير الحيه كبيره بمجرد يدخل نطاقها، وبيكونوا منبهرين من حجم المكتبه وكمان كميه الكتب الموجوده فيها. بيقول له ساول المكان عادي ليك الذكريات يا روبن. بيكون تشوبر بيدور على كتب طبيه، وبيقول له ساول الكتب موجوده وهي من كتابه تلك الجزيره، وبيكون فرحان، ولكن الكتب دي بتكون كبيره ولا يمكن تصغيرها. وبنشوف لوفي بيلعب مع الاطفال وكان بيتارجحوا بقوه كبيره لدرجه انهم خافوا جدا، وكمان اسب وبيحاول يوقف لوفي، ولكن لوفي بيكون متحمس جدا وبيزود القوه اكبر، ولكن نامي بتضربهم وبتقول لهم انتوا خليتوا الاطفال يخافوا، وبيعتذر لوفي وبتقول له الاعتذار لوحده غير كافي، وبيلاقي الاطفال بيبكوا، المحاربين مش بيعيطوا، دول مثير للشفقه. بيقول له سانجي الاطفال بيتربوا هنا على اللطف، ولكن طبعا دول عاملين زي سانجي بالظبط. وبيكون كلون قرب يوصل وبيشوف فرانكي وبيكون بيتسلق الشجره، وبنشوف في المدرسه الاطفال بيلعبوا وكان زورو نايم كالعاده، وبيكونوا بيلعبوا مع الطاقم، وبيكون لوفي واسب زعلانين. دول كانوا فاكرين ان الباف هتكون شيقه جدا، ولكن حصل العكس، البلد بتحاول تبقى مسالمه اكتر من السابق. دول بيحاولوا يغيروا صوره الباف السيئه، لكن في حد بيجري على لوفي وبيضربه، بيكون كلون وصل وبيفضل يهجم عليه، بيقول له اسب انا هسيب امره ليك، وبيهجم عليه وبيكسر سيفه، وبيطلع لوفي فوق وبيستخدم الجيل الثالث وبيهجم على كلون. انت بتمتلك شخصيه قويه، وبيقول له اسب انت زودت الامر، بيقول له انا ما لمستوش اصلا، شوف انت عملت ايه. لكن طبعا الاطفال بيعجبهمش الامر دوت، وبيفضلوا يقولوا لوفي انت قاسي جدا ومخيف، انت تسببت بالفوضى يا لوفي. لكن كلون بيكون عجبه الموضوع، هو ده المتوقع من يونكو، وبيكون الاطفال مش بيحبوا كلون، انت مثير للشغب، انت حتى مش في المدرسه. بيقول لهم يخرسوا، انا مش بحب الجبنه اللي زيكم، انتوا جبنه جدا. لكن بتيجي ريبلي وبتقول له انت مشاغب يا كلون، ولكن ضربتك كانت كويسه، وبنعرف انه بيكون ابن ريبلي، وبيكون سانجي مصدوم، وتقول له نامي انت تسببت بالمشكله. وبيقول له زورو الولد ده شجاع جدا، وبيقول له كلون انا والدي بشري برضه، وبيكونوا مصدومين، والدي كان قرصان قوي جدا لا احد كان ندا له حتى العمالقه، ولكن بيكون هو بعيد عنهم لانه بيشيخ ورفض يتزوج ريبلي، وهي كده زوجته غير رسميه. دي مين الشخصيه المجهوله ديت؟ وبيكون لوفي ميت من الجوع، وبيقول لهم ده في وليمه كبيره جدا عشانكم، وهم هيروحوا عشان ياخدوا روبن، وبيروحوا المكتبه وبيكونوا منبهرين من شكلها، وبتقول لهم روبن هتقعد مع ساول شويه لانها عاوزه تتكلم معاه اكتر، وبتكون نسخه فيجا بانك هتاخد اذن للعيش في هذه الجزيره. وبيجي فرانكي وبيقول لهم انا اكتشفت حاجه مهمه، الجزيره دي هي شجره ادم نفسها، الشجره التي صنعت منها صني، في شجر كتير من ذلك النوع حول العالم، ولكن تلك الشجره عمرها مختلف عن جميع الاشجار. بيكونوا رايحين القريه، ولكن جردي بتوقفهم وبتكون عاوزه تقول حاجه، لكن هي مكسوفه وتقول لهم عاوزه طلب منكم. وبنشوف بروك ارتدى زي الباف، وبيكون بقيه الطاقم برضه، وكده بيكون الطاقم اكتمل اخيرا. بيقول لها فرانكي انت ليه معاكي لبس باحجامنا؟ بتقول له هوايتها هي صنع ملابس للبشر. بيقول لها زورو يبقى انت زي المنحرف رودو. بتقول هي بتصنع اللبس بس هي مش زيه اصلا، وبتخانق معاه سانجي، وبيكون لوفي مش قادر خلاص، وبتاخدهم جردي للوليمه، وبيوصلوا اخيرا وبتقام الوليمه. دول اتعلموا فخرنا وحررونا من اغلالنا، وكنا على شفير الموت، واحنا هنا اخيرا وكلنا اتجمعنا تاني اخيرا. لوفي 1 مليون كل 4 هو القوه المحركه للاحداث الاخيره، هو الذي هزم كايدو والبيج مام، احنا بنرحب بيهم هنا. وبتكون الاجواء سعيده جدا، وبتيجي بنات لسانجي هو انا في نعيم ولا ايه؟ انت طول عمرك كده منحرف. وبيكون لوفي بياكل بشراهه، وبتكون في سفينه قادمه ناحيتهم، وبيقابلوا ستانيس وهو بيكون عملاق من حديث الشيبوندي. وطبعا لما لوفي ضرب التنين السماوي، بس طبعا الزمن بيغير شكل الشخص فعلا، وبتكون حاجه كبيره بتقرب منهم، وبيكون عملاق ضخم جدا على العمالقه التانيين. انا سمعت ان في بشر هنا، فانا جيت عشان القي التحيه عليهم. وبيشوفوا لوفي، لكن بيلاحظ ان في سيف في راسه، لو كمان يخترق راسه حرفيا، وبيكونوا مصدومين منه. وبنروح للقلعه، وبنشوف العمالقه اتقابلوا مع الدخلاء، انتوا مع طاقم قبعه القش ولا ايه؟ وكمان انتوا دخلتوا القلعه دي ازاي؟ وبتقول لهم فين لوكي؟ يقول لها ده عار الباف، كمان قتل الملك هاردوك اللي احنا كنا بنحبه، وكمان احنا مش هينفع نجاوب على ذلك السؤال ده، لو اتحرر هنقع في ماسك كبير جدا، يبقى انتوا مش هتجاوبوني. وتتقدم شويه، ولكن العملاق حس بشيء مرعب وبدا يتألم بشده. هو ايه اللي بيحصل؟ كأن في حاجه بتضغط عليه بشده، وكان بيموت حرفيا، وصاحبه مش عارف ايه اللي بيحصل، وبيموت وبيفضل يضغط عليه اكتر، وبعدين كده هو مات. انا ما كنتش بقول سؤال، انا كنت بامركم انكم تجاوبوني. وبعدين
عشان كده القوه جايه منها هي، وبيكون شانكس واقف وراها. طب ازاي دوت؟ هو شانكس قلب ضدهم ولا ايه؟ وكمان هم مين اصلا؟ وكمان ده شانكس ولا واحد بيشبهه اصلا؟ ولكن الحلقه بتخلص على كده ومش عارفين حتى مين دول، ولكن احنا هنعرف الاحداث الجايه. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك الجميل على الفيديو.